سلام البنات، اش راكم؟ مش بالكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير والصحه تاعكم كامل تكون لاباس. رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم وما نكونش طولت عليكم. كما قلت لكم راني كنت ضيفه عند ماما. بعد ما رجعت للدار نخرج طول نشوف الورد تاعي كيف ما يعني تعرفوا مع السخانة هذه الكبيرة الورد في ساع يذبل، لازم كل 3 أيام كل 4 أيام نعاود نسقيه. وتعرفوا كيما نرجع نلقى الدنيا كارثة. تعرفوا احنا كي نغيبوا 3 ايام 4 ايام والله نلقاها ما عمباليش واش تقول، ما نعرف شكون هي عايش فيها. لقيت الدار تاعي قد يعني شوفوا، هي ماشي لقيتها يعني خامجه بزاف، بس تعرفوا الغبره، تعرفوا الرتايله هذيك دير. انا كل مثلا كل يومين 3 نحي الرتايله هذيك، على خاطر احنا كي عاد سخانه وكل ما قلت لكم كي عاد سخانه وكل شو انا عندك شغل الورد والحشيش بزاف، تدخل لي الرتايله هذيك بزاف كل يومين كل 3 لازمني ندير كونترول هكا على الدار كامله كاش ما فيها كاش ما هكا. هذه هي ما عندنا ما نديرو، يعني هذه هي المراه مسكينه عليها كلش، والله غير عليها كلش. واش نقولوا ربي يعطينا غير الصحه ويعطينا راحه البال، هذا هو ما نتمناه. وربي يرحم يا البنات، ربي يرحم كامل اللي ماتوا في هذاك الحادث. يعني إن لله وإنا إليه راجعون، هذه هي سنة الحياة. مرة نلقاو ضحكة، مرة نلقاو بكية، مرة نلقاو فرح، مرة نلقاو قرح، وهذه هي الدنيا، هذه هي سنة الحياة ملي خلقنا. وهي كيما هكا، كاين الموت وكاين الفرح وكاين القرح، ما عندنا ما نديرو مادام ربي دا امانته، يعني حاجة تاع ربي مرحبا بها، ما عندنا ما نديرو. المهم هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما روحت كنت شريت شويه قضيان كانوا ناقصيني، وشوفوني راني ننهجه، راني قاعده نسيق وندير معاكم في المونتاج. كما قلت لكم كانوا ناقصيني شويه حوايج، شريتهم، بما انه تعرفوني انا مادامني نصور لازم كل حاجه عندي في الدار. غير تفضلي الحاجه هذه كان نقلق ما نلقى ما نخدم مام اي حاجه، يعني كما الكريم فريش نستعملها بزاف، كما الطون نستعمله بزاف، يعني بزاف حوايج انا نحتاجهم وساعات ما نلقاهمش. عجبني هذا الطون ثاني يا البنات بزاف بنين، يجي حار يولول، اللي يحبوا الحرور اشريوه جربوه، يجي حار بزاف بنين. هذه هي حبيباتي، انا شريت الحوايج اللي كانوا ناقصيني وجيت بالزربه، بما انه كما قلت لكم جهزت معاك من قبل لاطارت ودرنا مع بعضنا جينواز قصدي، وقلت لكم استناوني اليوم العيد ميلاد تاع بنتي رايحين نحشيوها مع بعضنا، ودارتها بيا الكريم شانتي انا عندي كشغل عندي عندها مده وطولت. ولات كي نخدم بها كي نليسي بها ونفيني بها لاطارت تتعلق المليحة. أنا كنت شريت 5 كيلو وقعدت لي، أنا قلت يعني مشي راح تفزد المليحة. إذا عندكم أنتو كريم شانتي عندها يعني راح شريتو كمية كبيرة حطها في الفريجيدار هكا مشي راح تفزد معاكم. انا كنت ما حطيتهاش في الفريجيدار ومن بعد ولات فزدت مع زيت هذيك السخانه تاع هذيك الايامات، فزدت لي شويه. هنا شريت شويه تاع الاندومي على خاطر البنات يحبوا ياكلوه، هذا يجي سبايسي يعني بزاف حار. المهم كما راكم تشوفوا شريت هكا، تعرفوا الاولاد الصغار هكا يحبوا هذا من الحوايج، سورتو كي يشوفوهم. انا بناتي يتفرجوا بزاف على هذيك ديانا وروما، يتفرجوا على شافا، يتفرجوا عليهم بزاف على هذه كل حاجه يشوفوها داروها يقولوا لي امروه اماما ماشي امروه اماما شرينا منها. هنا كيما راكم تشوفوا الدنيا كيف ما لقيتها ماشي يعني خامجه بزاف، مي دال دو سول كيما راكم تشوفوا الزرابه راني هزتهم كامل، ما فرشتهمش، غسلتهم وخبيتهم، قلت مع الغبره مع السخانه مع كل حاجه قلت نهزهم خير. وهذه هي الكريم شانتيي تاعي اللي شريتها عندهم كما قلت لكم عندها مده، وشريت 5 كيلو يعني بزاف. هنا شوفوا لي اجينواز، جيت نجري به نكمل ندير عيد ميلاد تاع بنتي، هذا كان نهار الجمعه وصورت وكل حاجه، ما قدرتش نشارك معاكم كما قلت لكم. ربي يكبرهم في طاعته وربي يحفظهم، ربي يوفق لنا كامل وليداتنا. وتعرفوا والله غير ما جايتني اني نحتفل لها بحاجه ولا وش، هي كانت ديجا من شهرين امامه وقريب عيد ميلادي، وتعرفوا دراري صغار يحبوا برك يفرحوا، يحبوا الكادو تاعهم، يحبوا حاجه اللي هي تفرحهم. بما انه هذاك الحادث هذاك النهار اسرى كل حاجه، شوفوا المورال راهو طايح زيرو، بس ما عندنا ما نديرو، هذه هي سنه الحياه.
وكما قلت لكم يعني لازمني نفرحها. ديجا اصلا كيما جينواز درتها قبل بسمانه، بالك اللي راح يقولوا لي مش راح تفزد ولا حاجه، ما راح يصرى لها حتى حاجه. درت جينواز قبل بسمانه، و مشي قبل بسمانه شغل درتها عيد ميلادها بالجمعه وانا درتها بالسبت. المهم قلت نديرها لها هكا نفرحها بالشي اللي كاين. والله غير درتها هكا وواحد مورال تاعو طايح اقسم بالله. هذه هي ما عندنا ما راح نديرو. هذه هي كما قلت لكم انا حشيتها هكا بالشي اللي كان عندي. غير واش درت، حشيت فيها طلعت الكريم شانتيي. النكهه درت كيما هذاك تاع عندي نكهه تاع البيستاش، عندي نكهه تاع السوريز، عندي نكهه تاع عندي شيكولا الكراميل. يعني واش كان عندي حطيت لها عمرتها لها من الداخل هكا. بس والله الفايده انها جات صح بنينه، ما عندي ما نحكي لكم صدقوني جات بزاف بنينه وعجبتهم. المهم الفايده عجبتهم. ما درت لها شويه قبل شويه تاع رفيس. وهذه هي. وقلت نشارك حباباتي وفواتاتي كيف ما درت هكا عن بالي كامل هكا. عندكم وليداتكم تحبوا ديروا معاهم تفرحوهم باي حاجه. خليني يا ميار دقيقه نكمل، خليني دوك نكملها لك. شوفوا راني ندير معاكم في المونتاج وميار هبلتني راني قاعده ندير لها في نطيب لها البنات في الاندومي. المهم كما راكم تشوفوا قولوا لي انتم واش مدايرين فيها، واش احوالكم مع هذه السخانه. نقولوا الحمد لله. يعني كي حبست علينا النيران تاع هذيك النهار خلي تسيح. كي حبست علينا هذوك النيران تاع هذوك يعني واحد يقول الحمد لله. هنا كما راكم تشوفوا اللي مازال ما شافش الوصفه تاع جينواز يرجع برك رجعوا للفيديو اللي قبل هذا، ماشي قبل هذا اللي قبله. رايحين تلقاو الوصفه تاع جينواز بكل تفاصيلها وبلا ميزان بلا حتى غير بالكاس. المهم هنا كما راكم تشوفوا حطيتها نزربه. شوفوا راهو في نفس النهار. المهم الفايده انه الجينواز تاعي كانت مخدومه قبل، على هذه ما تعطلتش والحمد لله. والله جات بزاف بنينه. يعني كل واحد وقلبه اقسم بالله. ماشي كي نشكر روحي اني انا اللي درتها ولا حاجه، لا. هنا السر كيما درت 2 كيسان ماء مع كاس سكر وشويه لاغوم تاع الفراوله. هذا ما كان. هنا نشربوها برك مليح. وكانت لاطارت هذه جينواز هذه كنت قادره نقسمها حتى ل6 قطع. ايام بعد قلت خليني نزرب برك ونكملها على خاطر ديجا راح الحال. ديجا رجعت من عند ماما شغل وليت نفرز في الدنيا، وليت ندير في لاطارت. يعني بزاف خدمات. هذه هي. المهم هنا بعد ما نكملها نولي نحطها في الفريجيدير على الاقل ساعه ولا ساعه ونص، عقد ما تجمد لنا، عقد ما رايحه تعاوننا في الخدمه. هذا مكان. هذه هي. المهم قولوا لي انتم عجبتكم لاطارت ما عجبتكمش، واش ناقص. شوفوني مشني قادره حتى نحكي كي شغل راني كنت دايره قاعده ندير في النيطواياج وكل حاجه، راني غلبانه ميته بالعيا. هذه هي. قولوا لي راني نوض كيما هكا ندير لكم يد راني رايحه نطيب العشاء، ويد راني قاعده ندير لكم في المونتاج. قولوا لي رانا كرهنا يا البنات، كرهنا من هذه غدا هذه فطور هذه عشاء. قولوا لي انتم مثاني كيفي ولا غير انا؟ كل يوم نخمو غير ولينا نخمو غير في الغداء والعشاء. كشغل ولاد الصيف شغل مع السخانه الواحد عاد ياكل ساعات ما تجيناش الماكله بصح ولا اولادنا ياكلوا. يعني على هذه ولينا نخمو. انا صح شوفوا عدت نكثر الماكله في العشاء باه تقعد لي في الغداء باه ما نطيبش. يعني تعرفوا مع سخانه وكلش ما نحبش اصلا نشعل الطابونه، ما نحبش ندير حتى شيء كيما الخبيز. ما نخبزش بزاف، نشري ديما الخبز. والخبز والله عاد ما يتكل حاشا نعمه ربي، والله عاد ما يتكل. يعني نشريو الكميه وتقعد، ما كانش كيما الكسره غير تبرد علينا برك الدنيا ونوليو نخبزو. ساعات نخبز غير في الليل كي تبرد خلاص الدنيا عاد باه نخبز. هيا هنا شوفوا لي بعد الجينواز تاعي هنا بعد ما قعدت لي بالك ما حطيتهاش اصلا ساعه. قولوا واحد نص ساعه وليت نحيت. شوفوا لي الكريم شونتيي كيما تتعلق. سولتني في الخدمه سولتني تتعلق خلاص. وكشغل ماشي جامده، ما حبيتش كشغل ما حبيتش تجمد جايه سايله هك. مهم الفايده انها ما بخصتش بيا، والفايده كشغل ماشي نخدم فيها للناس. كي تعودوا حاجه راح تخدموها للناس لازم عندك الماء طيحي. كي تعودوا الحاجه رايحين تخدموها للناس هاو لازم كل حاجه متقونه، كل حاجه مليحه
انا وش هي قلت لكم يعني راني غير ما نخدمش للناس، راني غير كشغل كي تعلمت الحاجه نتعلمها ليا لداري لولادي، ماشي كشغل كل مره نروح نكوموندي ب200 300 فهمتوا. على هذه مليح واحد يدير حرفه في يده تاع اي حاجه، اقسم بالله الحرفه في يدك مليحه تاع اي حاجه. كيما انا كي قريتها على هذا اللي طارت ماشي في ندامه وماشي في الخساره، راني صح كنت نحب نخدم لي طارت وكل حاجه، بصح ماشي كيما درك ولي درك راني نعرف كل حاجه. مي الحمد لله وليت كي ندير لا طارت نديرها هكا لوليداتي، المهم يفرحوا بيها خير من نروح نكومونديها. المهم اي دوره تعليميه تاع الطبخ تاع لايركاك تاع القاطو تاع اي حاجه يعني مليحه تتعلموها، مليحه الانسان يتعلم سورتو دركا الجيل الصاعد هذا اللي حاب يتعلم ورايح المقبلين يعني للزواج وكل حاجه فهمتوني. مليحه الانسان يتعلم كل حاجه، صدقوني رايحين تلقاوها الحرفه هذه، رايحين تلقاوها في كل حاجه، تلقاوها تزوزوا، تلقاوها في ديار والديكم، تلقاوها مليحه واحد يتعلم كل حاجه. راني ننصح فيكم البنات اي دوره تشوفوها كاينه ادخلوا واقراوها. المهم هنا كما راكم تشوفوا راني عدلتها هاك بالشي اللي نقدر عليه بالحوايج اللي عندي، تزيين سامبل خلاص كلش كان عندي في الدار، ما شريت حتى حاجه. والمهم كما قلت لكم المهم فرحت بنيتي، وكل عام وهي حيه بخير، وكل عام وهي نشوفها في اعلى المراتب وربي يكبرها في طاعته، وهذه هي حبيباتي. المهم فرحت بنيتي بالشي اللي نقدر انا عليه، وفرحت الفايده تاع وليداتنا كي يفرحوا نشوفوهم فرحانين. ها كما راكم تشوفوا حاجه بسيطه خلاص وفرحتها، وبسم الله ما شاء الله جات كلش روعه، والفايده تاعها انها فرحت. هنا شوفوا لي درت لها هذه حلوه جويليه اللي كانت يعني ما خرجت علينا جويليه وخرجت بارواح بزاف ونيران وكل حاجه، من نقولوا الحمد لله هذه حاجه تاع ربي. شوفوا لي لا طارت كيف ما بسم الله ما شاء الله جات فرجه. هنا درت لها كل حاجه. الكادوات كما راكم تشوفوا الكادوات جدودها عطاو لها دراهم، باباها عطى لها دراهم. هذا الكادو تاع عمتها، بعثته لها عمتها، نقولها كثر خيرك وربي يرزقك باللي في قلبك وربي يعطيك ما تتمناي. المهم الفايده كيف فرحت بنيتي. هذا مكان هنا كما راكم تشوفوا. شوفوا كانت حبه ساعه بعثت لها 4 ساعة، كانت حبه ساعه، كانت حبه قرمات، وهي بعثت لها عمتها. يعني واش نقولها بارك الله فيكي ربي يعطيك ويرزقك كما قلت لكم. وتعرفوا اولادنا غير يحبوا غير الدراهم، هي كما قلت لكم جدودها عطاو لها صبارد، خالتها ثاني عطات لها صبارد، عمامتها راهم بعثوا لها الكادو. هذه هي المهم الفايده كي واحد يفرح بالشيء اللي كاين. هذا مكان هنا كما قلت لكم يعني درت لها الشيء اللي كاين، اقسم بالله والحمد لله الحمد لله انها فرحت. وروحوا نعتلكم هنا بعد ما تشوفوا الرفيس هذاك كي درتو كيف ما جا بسم الله ما شاء الله جاي يهبل واحد الرفيس كيما تاع العراس. كون جيتو قدامي يا البنات راني ذوقتكم واحده بوحده. هنا حبيت هذا اليوم الثاني اللي درت فيه الرفيس، واللي سما كي شغل في نفس النهار هذاك اللي درت لها في عيد ميلادها في الليل، اني بهنا نبعث مثلا جدودها ديجا راح الحال، اسناي باه نبعث لجدودها ديجا راح الحال، ما لا خليت لهم قسمتهم تاع النهار الثاني. قلت نوجد لهم هكا شويه تاع الرفيس شويه تاع لاطارت. ولا طارت هذه تقسم لكم توكل لكم، درتها تاع 15 سنتيم ولا 16 سنتيم. نحينا بالك الواحد هاتي يا ميار، نحينا بالك الواحد 5 عباد ولا 6 عباد حاجه كيما هكا، بس يجيو كبار. هنا شوفوا لي الرفيس راهو مقلصه البنات، كما قلت لكم انا نخدمو ما نكلش نحطو في الكونجيلاتير. مثلا كي تعود عندي حاجه غير نفور ونحط في الصحن ونولي نزين. وهذا مكان هاتي هنا حطيهم هنا كما قلت لكم نحط الرفيس تاعي، نحط لاطارت هاو كما راكم تشوفوا. ومن بعد كي شغل كي داهم الزوج دا الماما ودا عزوزتي ما كانش في الدار، ما كانتش في الدار، راح ضيفه عند دارهم. راحت عليها هذا الرفيس ولا طارت مره خلاف نعوضهم لها بخير منها ان شاء الله. كما قلت لكم
هاني نسجل معكم وماير والله ما خلتني مع هذا الاندومي تاعهم. المهم كما راكم تشوفوا شوفوا لي الرفيس نعسلو مليح، نولي نزينو باش اللي كان عندي شويه تاع جوز. لا طارت ثاني جات بسم الله ما شاء الله. شوفوا غير كنت قادره نديرها بزوز طبقات وندير منهم زوز لي طارت. شوفوا زوز طبقات قد ما تجي يعني الكعبه كبيره، بس انا داك شغل درتها بربعه طبقات وجات عاليه. كي شغل نولي نقسمها هكا على زوز باه تكفي. هذه هي سما جات على قدنا وزيد بعثت منها لهنا الناس قراب ليا. هذا مكان المهم وبصحتهم والحمد لله كيما كملتها. يعني المهم الفايده انها كلي بشويه يسخون. الفايده انها كيما قلت لك انها الفرحه هذاك تاع ولادنا الدنيا وما فيها. احنا على ما عايشين غير على جال وليداتنا، عايشين غير على جال بهم فرح وليداتنا. وهذا مكان هنا تشوفوا لي كيف ما بسم الله ما شاء الله. جا واحد الرفيس بنين راني نشوف فيه ونتشهى فيه، جا بنين كيما العسل. المهم حتى الوصفه تاع الرفيس لا حبيتوا الوصفه ارجعوا الفيديو اللي قبله رايحين تلقاو الوصفه بالتفصيل تاع الرفيس وديروها. احنا كيما راكم تشوفوا نديروها في اي مناسبات. وانا عندي رفيس ديما حاضر ناظر، يعني ديما نحب يكون عندي رفيس في الكونجيلاتور. ديما اي ضيف يجيني يلقى عندي رفيس. هذه هي على خاطر انا صح من عشاق تاع الرفيس، نحب ناكله بزاف. هنا غطيتها لهم كيما راكم تشوفوا. وهذه هي شوفوا لي كيف ما جات بسم الله ما شاء الله. كل حاجه توصلها من قيقيه، كل حاجه توصلها من نظيفه. ان شاء الله استناوني في الفيديو الجاي راح نشارك معاكم الملابس تاع دخول المدرسي تاع بناتي اللي كسيتهم، يعني باه تديو فكره ونقول لكم الاسعار. ان شاء الله استناوني الفيديو الجاي. اللي مازال ما اشتركش يخلي اشتراك وتفعيل الجرس باه يوصلكم كل ما هو جديد. باينه بلي رايحين يعني بما انه دخول المدرسه راه قريب وكل حاجه رايحين تشوفوا بزاف افكار وبزاف حوايج رايحه نشاركها معاكم حاجه بحاجه مع الاسعار مع كل حاجه. انتوا برك ديروا تفعيل الجرس باه اي فيديو ينزل رايحه يهبط على عند حبيباتي. هذا مكان ونستناكم كامل في لي كومونتير. خليوا لي كامل لي كومونتير نشوف رايكم، يعني عجبتكم لا طارت، عجبكم الرفيس، عجبتكم الحفله، قولوا لي رايكم يعني هكا. هذا مكان ونحبكم ومع السلامه.